السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم، سعيد إن أنا بلتقي بيكم ونبدأ حديثنا دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين، احفظ مصر آمنة مستقرة إلى يوم الدين. طبعا كلنا خلاص هدينا بعد مباراة مصر وزيمبابوي بالأمس اللي انتهت بفوز منتخبنا 2-1. وألف مبروك لكل المصريين النتيجة والفوز. ولكن هناك بعض التساؤلات، هناك بعض الملاحظات على أداء المنتخب وعلى أداء الكابتن حسام حسن. يعني احنا دلوقتي ممكن تطلع بعد الماتش تنفعل وبتاع وهتتكلم وهتقول وهتهاجم والكلام ده كله، ولكن خلينا بقى نتكلم بمنطقية بعد انتهاء المباراة وبعد ما ريحنا كده يوم، ونعرف ايه الأخطاء اللي كانت موجودة وايه اللي مطلوب الفترة اللي جاية. بداية، انك تفوز في المباراة الأولى في بطولة مجمعة وبطولة كبيرة زي أفريقيا، ده شيء جيد جدا. 3 نقاط، أهم 3 نقاط هما المباراة الافتتاحية. ليه؟ لأن بناء عليها المفروض أنت بتبني بعد كده في الماتشين اللي جايين، أو تبني على كده في الماتشين اللي جايين، وهتلعب الماتشين اللي جايين وأنت مش مضغوط. المفروض يعني المفروض إن إحنا نفسيا هنكون أهدى. المباراة دي إحنا بدأنا ضغط هجومي رهيب. شوف إحصائيات المباراة كلها لصالح المنتخب المصري، من استحواذ، من تسديدات، من هجمات، من ضغط هجومي، كله لصالح المنتخب المصري. ولكن الأداء فيه بطء شديد جدا في نقل الكورة، في فردية عالية موجودة عند اللاعبين. يعني شوف الهجمات اللي احنا ضيعناها كلها تصرفات أو فردية من اللعيبة مستعجلة. أولا عايزين نسجل بدري وده اللي المفروض، ولكن نلعب بهدوء وتهدى على الهجمة. مش معنى انك عايز تسجل خلاص اي كوره تجيلك بتشوط، كل لعيب عايز يقف على الكوره ويشوط هو. العب كوره جماعيه. عندنا هجوم بسم الله ما شاء الله، اسماء لا حصر لها. عد زي ما انت عايز، عندك مرموش، عندك تريزيجيه، محمد صلاح، امام عاشور زيزو، مصطفى محمد. عندك اقوى هجوم يمكن في القاره كلها بالنسبه للنجوم والاسماء. خدتها بالاسماء كده هتلاقي ان انت عندك هجوم كاسح. ولكن آفة الكرة المصرية الفترة الأخيرة هي الدفاع والتكتيك أو التكتيك الفني أو القراءة الفنية للمباراة أو رؤية المدرب، أو نقول الجمل اللي المدرب المفروض بيعملها وبيغير خلال المباراة. الشوط الأول دخل فينا هدف، غلطة كارثة من الدفاع. حسام عبد المجيد معرفش سايب اللعيب بيلف. يعني انت عشان تسيب لعيب بيلف براحته ويشوط، لا انت مش مدافع دولي وتلعب مع منتخب مصر. لا ده خطأ ما يقعش فيه طفل او ناشئ صغير. دي الحاجة التانية، انت بدأت يا كابتن حسام ثنائية رامي ربيعة وياسر ابراهيم. دول كانوا دايما متواجدين معاك، او خالد صبحي موجود. جيت في المباراة دي غيرت، حطيت ياسر ابراهيم مع حسام عبد المجيد. ليه ما اعرفش. ده اول سؤال. السؤال التاني، التشكيل اللي نزل بيه الكابتن حسام، يعني هل انت نازل تشكيل مجامله اتفرض عليك انك تبدا بفلان وفلان وفلان، وبعد 30 دقيقه اكتشفت ان انت غلطت مثلا بتطلع امام عاشور؟ يعني انت اساسا من البدايه اعتمدت على امام عاشور في التشكيل الاساسي. طب ما انت عندك راس حربه، ما كنت بدات براس حربه، كنت خليت امام عاشور على كرسي الاحتياط او مع البدلاء وتستفيد بيه. طالما كابتن حسام طلع بعد المباراة وقال ان امام عاشور، تغيير امام عاشور وتغيير غريب وعجيب، كل الناس استغربت للتغيير ده لسببين. لما انت مش مقتنع بيه وطلعت قلت ان امام عاشور بدنيا مش تمام ولسه راجع من الاصابة. طيب انا كمدرب عندي لعيب
انا شايف ان هو لسه راجع من الاصابه وبدنيا مش فت. طب ابدا بيه ليه في التشكيل الاساسي؟ انا عايز اجابه للسؤال ده. هل اتفرض عليك مثلا اسامي معينه لازم تبدا بصلاح، ولازم مرموش يلعب، ولازم تريزيجيه، ولازم امام عاشور، ولازم الناس دي كلها، ولازم حسام عبد المجيد يلعب وحمدي فتحي؟ لو انت مدرب بيفرض عليك، لا يبقى انت مش هتكمل مع المنتخب. مفيش شخصيه داخل الملعب. سيبك من اني بزعق وبحمس اللعيبه، الكوره مش زعيق وحماس وبتاع، الكوره اداء وفكر. ان اقرا الملعب واقرا واقرا الفريق اللي قدامي وانزل التشكيل الصح. احنا اتكلمنا قبل المباراه في فيديو، قبل ما تبدا المباراه خالص، قبلها بيوم، قلنا ان الفريق ده فريق بيأمن دفاعه، بيلعب على الدفاع، بيتكتل دفاعيا، وبيلعب على الكرات الطويله اللي بتعمل هجمه مرتده. احنا كجماهير او متفرجين او مشاهدين او اي حاجه، قرينا الفريق قبل ما نلعب. هل كابتن حسام فين محلل الاداء؟ ما عندناش محلل اداء. طب موجود محلل أداء، ايه شغلته؟ طب فين المدرب اللي مساعد اللي موجود مع كابتن حسام حسن؟ انا ما اعرفش اسمه حتى. تعرفوا اسمه؟ انا ما اعرفش اسمه. فين الناس دي بجد؟ يعني فين الناس دي؟ كابتن حسام، انت بدأت بإمام عاشور، تمام؟ كان عندك مصطفى محمد بره، وكان عندك زيزو كان ممكن يلعب جناح ويلعب محمد صلاح راس حربة، او تحط تريزيجيه اللهم صل على النبي، مرموش راس حربة، ومحمد صلاح يلعب تحت راس الحربة. لو انت مش هتبدا بمصطفى محمد، ولكن انك تحط امام عاشور. وامام عاشور على فكره ادى اداء جيد، وكان بيجري في كل مكان، ولعيب مقاتل، ولعيب عنده روح. ما جيش انا ادمر الحاله النفسيه عنده واطلعه بعد نص ساعه. انت كده بتقضي عليه. اللعيب طلع راضي وساكت وكل حاجه وما اتكلمش، ولكن داخليا اكيد بيفكر كتير جدا هو ايه اللي بيحصل معاه. الحاجه التانيه، هل حضرتك يا كابتن حسام بتعتمد على الاسماء وخلاص؟ يعني انا عندي صلاح بيلعب، صلاح نجم كبير ونجم عالمي واسطوره وكل حاجه، وانا بحب صلاح والمصريين كلهم بيحبوا صلاح، ولكن لما يكون صلاح مش في مستواه يطلع يا كابتن حسام. كرة القدم ما فيهاش كبير. يطلع. صلاح جاب لنا هدف الفوز وبتاع، ودي الحاجة الوحيدة اللي شفعت له امبارح في المباراة، ولكن صلاح طول المباراة مش مستوى صلاح اللي بنشوفه بيطلع نار في ليفربول. لا. تريزيجيه برضو، شفت تريزيجيه الماتش ده مش جاهز. اشتغل شوية وبتاع، ولكن مش ده تريزيجيه. اغير يا كابتن، عندي زيزو بره، انزله في اخر ربع ساعة. هيعمل ايه زيزو؟ زيزو كان من بداية المباراة الاسيستات اللي بيعملها زيزو والرفعات كان ممكن زيزو يخلص لك مباراة من بدري بدري، ونقدر نسجل بدري ونلعب باسلوبنا بقى وطريقتنا، نلعب واحنا هاديين نفسيا ومعنويا. طيب، خط النص، انت بتلاعب زيمبابوي يا كابتن حسام، مش بتلاعب الارجنتين ولا البرازيل. طب امال لما تلعب المغرب والسنغال والجزائر وتونس هتلعب بكام ديفندر؟ هتلعب 4 هاف ديفندر في نص الملعب؟ يعني انا بلعب زيمبابوي، فريق على الله حكايته خالص، سيبك انه سجل فينا جون، ولكن فريق مش مستوى ان انت تخاف منه وتعمل له حساب وتلعب باتنين هاف ديفندر في نص الملعب. حمدي فتحي تماما غايب عن مستواه. حمدي فتحي لا هو مميز في نص الملعب، ولا بيرجع يدافع ولا يغطي على محمد حمدي، اللي برضه وجوده امبارح واستمراره فترة كبيرة في المباراة برضه دليل او علامة استفهام. انت عندك فتوح بره، انت واخد فتوح وحمدي، عندك فتوح بره، فتوح هجومي اكتر من محمد حمدي. انت اتنين هاف ديفندر وبتلعب بمحمد حمدي بيدافع ومحمد هاني بيميل للدفاع، طب مين اللي هيساعد في الهجوم؟ مين اللي هيلعب في الناحيه اليمين والناحيه الشمال؟ ولذلك شفنا الباكين عندنا امبارح مفيش. يعني الباكين عندنا امبارح مفيش. فمش فاهم انا القصه، مش فاهم انا ايه التشكيل الغريب اللي بدأ بيه كابتن حسام. السؤال الاخير او الحاجه الغريبه الاخيره برضو اللي بنتكلم فيها، هو حضرتك مش متابع؟ ده هدف مرموش، هدف رائع،
الله عليك يا ابني. مش وانا اتكلم عن مرموش دلوقتي، مش متابع محمد الشناوي مع الاهلي الفتره اللي فاتت؟ محمد الشناوي مش مركز يا كابتن، محمد الشناوي مش في مستواه. طب ما تابعتوش في مباراه نيجيريا اللي انت لعبتها اساس المباراه الوديه وداخل فيه جون ما يدخلش؟ انا ليه الاصرار ده على محمد الشناوي وعندي مصطفى شوبير نجم وحارس على مستوى كبير جدا؟ ليه انا مصمم على الشناوي؟ هل انت بيملى عليك اسماء معينه زي ما قلنا، ولا دي اختياراتك؟ لو بيملى عليك اسماء معينه مصيبه، ولو دي اختياراتك يبقى مصيبه اكبر. ادي الفرصه لمصطفى شوبير. لازم يكون في عدل في الملعب، عدل مع اللعيبه. مش هلاعب لعيب عشان اسمه وعشان مطلوب ان هو يكون موجود والكلام ده كله. لا يا كابتن حسام، عايزين تركيز المباريات القادمه. المباريات القادمه لازم اللعيبه دي تتدرب على جمل تكتيكيه معينه. ما لعبش ينزلوا يلا يا رجاله انتوا كويسين برافو انزلوا يلا ايه ربنا معاكم على بركه الله. ماشي، احنا كلنا بنتوكل على الله، ولكن لازم يكون في شغل، في تخطيط، في فكر بيتعمل في الملعب، في جمل بتتحفظ للعيبه. ما انا مدرب ليه؟ يعني ايه شغلانه المدرب؟ طب انا ممكن المنتخب يلعب بدون مدرب وخلاص وكل اللعيبه مع بعض ويلا يا جماعه وهنكسب ان شاء الله، ونكسب برضه، ونكسب برضه. دي الفكره، انت مدرب في جمل بتحفظها للعيبه. يلا يا جماعه العب كوره سريعه، انقل الكوره من بلاش من رجل لرجل دي عشان احنا بنموت الكوره يعني. وبعدين كل لعيب ويقف على الكوره ويفضل يلف ويبص وبتاع. كوره من لمسه واحده تلاقي نفسك عند الجون، يعني من لمسه واحده بتلاقي نفسك عند الجون. العب الكوره الاماميه، الكور الاماميه، الكور الطوليه اللي تخليك عندك مساحه تقدر تسجل. انما لعب قديم قوي، لعب عقيم جدا. على فكره يا كابتن حسام، إن الناحيه الدفاعيه مهمه جدا، انك تكون الفريق القوي اللي هو بيكون دفاعه قوي، بتامن الدفاع، تمام، وبحيث انك ما تدخلش فيك اهداف. مش انا ادخل فيها جول من زيمبابوي، احنا في بطوله 98 في بوركينا فاسو ما دخلش فينا في البطوله كلها غير هدف واحد فقط لا غير. كان دفاعنا قوي وكان هجومنا قوي، وسجل حسام حسن 7 اهداف، او سجل وكان هداف مصر في البطوله. يعني عندك دفاع قوي، بتبني دفاع قوي بتقفل دفاعاتك، وفي نفس الوقت هجومك قوي. انما ابقى عندي هجوم قوي مهتم بالناحيه الهجوميه واسيب الدفاع ورا مفيش ضايع، لا، في حاجه غلط. ولازم الاخطاء اللي ظهرت، احنا المكسب شيء جميل وبيريحنا نفسيا وبيدينا يعني ارتياحيه في المباريات القادمه انك تلعب اهدى شويه. ولكن لازم نحل الاخطاء دي كلها، لازم علاج الاخطاء دي كلها. عندنا مباراه قادمه قويه جدا امام جنوب افريقيا. مفيش حاجه اسمها العب على التعادل، انا العب على الفوز، انا العب ان اكون اول المجموعه. ده منتخب مصر، ده منتخب مصر. المفروض اي فريق هتواجهه هتلعب على الفوز. مش بقى اقول لك انا طيب هتعادل الماتش ده واكسب الماتش اللي بعده، مفيش الكلام ده. كابتن حسام، الاسماء لوحدها ما بتكفيش، التاريخ لوحده لا يكفي. الاداء والعطاء والرجوله في الملعب هو ده الصح في كره القدم عموما. بالتوفيق، وكلنا ورا منتخب مصر، وكلنا بندعم منتخب مصر، وكلنا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. مفيش واحد يتمنى لا قدر الله خسارة منتخب مصر أو خروج منتخب مصر. كلنا ورا منتخب مصر. مرموش أحسن لاعب في المباراة وأفضل لاعب في المباراة ويستحق بجدارة. صراحة أنا اللعيب اللي شفته بيلعب وبيتحرك في كل مكان وعنده رغبة في التسجيل هو مرموش. الشوط الأول عفوا، الشوط الأول كان فيه فردية من مرموش ومن كل اللعيبة ومن معظم اللعيبة، وعشان كده ضيعنا أهداف كتير. ولكن مرموش الشوط الثاني وطول المباراة بصراحة مجهوده وافر جدا، بيجتهد ويقدر يسجل هدف ولا أروع ولا أجمل من كده. مرموش يستحق. مرموش وتهنئة بقى هالاند. هالاند طبعا نزل صورة لمرموش وكتب أوه تحتيها، طبعا فرحان بالهدف اللي سجله مرموش. وبعديها نزل صورة تانية مرموش مع صلاح وكتب تحتيها الإخوة. روح رياضية جميلة من هالاند. المفروض ان هو مرموش
كمان مهاجم ومنافس ليه في مانشستر سيتي، ولكن هي دي الروح الرياضية. يستحق مرموش كل خير ويستحق التهنئة. النهاردة شفنا مباراة ما بين النادي الأهلي في كأس الرابطة وبين نادي المحلة غزل المحلة في استاد غزل المحلة. النادي الأهلي بكل الناشئين ما عدا سيحة وحسين الشحات كان كابتن الفريق والعش، والباقي كله شباب ناشئين وشباب. بصراحة يعني اللعيبة الصغيرة في النادي الأهلي أو الناشئين أو الشباب زي ما عايز تقول، قول بقى حضرتك، تألقوا في المباراة دي. ازاي يا عم واحنا مغلوبين 2-1؟ هقول لحضرتك، احنا بدأنا البطولة دي وقلنا مش مهم البطولة ولا المهم ان احنا نكسب مباراة المهم ان احنا نكسب لعيبة، واعتقد النادي الاهلي كسب لعيبة. شفنا عدد كبير من الناشئين بسم الله ما شاء الله عليهم، ولولا تدخل بسيوني يا حبيبي يا عيوني والتحكيم الغريب واللي شفناه النهارده، لا يعني ده مباراه يا جماعه، ده ناشئين الاهلي وفي كاس الرابطه. امال انت كنت تعمل فينا ايه في النهائي ما بين الاهلي والزمالك اللي الاهلي ما رضاش يلعب الا بحكام اجانب؟ كنت هتعمل فينا ايه لما انت مع الناشئين بتوع الاهلي وبتعمل كده؟ ما بالك بقى مباراه القمه اللي كانت هتبقى بين الاهلي والزمالك. قرارات تحكيميه غريبه، الفار يتدخل كذا مره، ضربة جزاء وهمية من خيال بسيوني. يعني انت مثلا النهارده محجم لعيبة النادي الاهلي، اي واحد يقول بخ بخ بس كده للعيبة المحلة، فاول، انذار، ضربة جزاء، مش ايه يا عم في ايه؟ ده ادى لابراهيم قاسم انذار في كورة ما يستاهلش الانذار، بعديها كورة بعديها على طول لاعب المحلة عمل نفس الكورة واقوى منها وتدخل اقوى على ابراهيم وما ادالوش حتى انذار، ما ادالوش حتى انذار. لا، في حاجات غريبة بتحصل، يعني ده بسيوني ومعروف، ولكن في مباراة اعتقد البطولة كلها محدش مهتم بيها، او مش زي بطولة الدوري وكاس مصر اللي هم اعرق بطولتين، ولكن مع ذلك برضو تلاقي ظلم تحكيمي. بغض النظر عن الظلم التحكيمي، بغض النظر عن النتيجة، لا، انا استمتعت باداء لاعبي النادي الاهلي. حسيت ان احنا عندنا قاعدة ناشئين كويسة جدا ولازم نشتغل عليها الفترة اللي جاية. يا كابتن تروب، في ناس موجودة في اللعيبة دي تستحق التواجد حتى لو على فترات مع الفريق الأول. فعلا هتحتاج ناس من اللعيبة دي، يعني واحد زي إبراهيم قاسم في نص الملعب بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه من الإصابات، لعيب كويس جدا. أحمد عبدين في الدفاع لعيب جاي في المستقبل. إبراهيم عادل لعيب مميز جدا. عمر سيد معوض بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ابن النسر، هجام ولا خطاف زي ابن الوز عوام. ابراهيم الاسيوطي خامه جيده جدا. محمد رأفت في الهجوم جيد جدا. زعلوق نزل برضه يعني وقت بسيط ولكن برضه اداؤه كويس جدا. في لعيبه طبعا، بلال عطيه كان نفسي اشوف وقت اكتر من كده، نزل اخر 3 دقايق. بلال عطيه لو اتفرجت عليه في مباريات الاهلي كلها هتلاقيه لعيب برضه مميز جدا ولعيب جوكر. في لعيبه لازم نستفيد منها، لازم قطاع الناشئين يخرج لينا لعيبه اقوياء نقدر نستفيد. الباك الشمال مهند الشامي رائع وعرضياته رائعه جدا، لازم نستفيد. احنا بندور على باك شمال اهو، عايزين نجيب باك شمال وعايزين نجيب باك يمين. بص للناس اللي تحت دي يا كابتن تروب، هيفيدوك والله، هنستفيد منهم. عموما اتمنى لحضراتكم الصحه والسعاده، وطولت عليكم انا اسف جدا، وما تنسوناش بالشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.